السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، كل الناس على راسي من فوق. انا طالع بالفيديو ده مخصوص عشان اوضح فيه حاجات كتير، عشان بصراحة اليومين دول انا شايف حاجات كتير مش حلوة، وبصراحة انا هتكلم على الموضوع ده بالنسبة لغلو العلف والناس اللي بتكلم على غلو العلف والشغل ده. يا جماعة انا احب اعرف برضو الناس اللي بتعمل علف لحسابها اكبر غلط. الناس اللي هي مثلا لو شكارتك المفروض في اليومين دول تعمل لها 700 جنيه او 650 جنيه، ما تقلش في الخامات وتبهدل ارانب الناس عشان خاطر برضو تعرف تكسب المكاسب اللي هي، وتبص تلاقي بروتينك كاتب على الشكارة 19% و18%، وترجع نبص نلاقيها 16 ونص. ليه؟ برضو حرام الناس تدفع لك فلوس وانت تبيع لهم حاجات مش كويسة زي ما انت بتبيع كده، وتيجي تسبب له مشكلة عندك وتسبب له مشكلة عنده في القطاع. عنده تلاقي الأرانب بتأسهل، تلاقي الأرانب بتموت، والعلب بتاعك أصلا مفهوش النسبة بتاعت اللي بيحتاجها الأرنب عشان خاطر ينمو معاك وتلاقي التلقيح كويس معاك. ونرجع نبص في العلف نلاقي حاجة زبالة، استغفر الله العظيم يا رب، حاجة مش كويسة. دي الرك كله على الناس اللي ما عندهاش ضمير. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، هتشتغل مظبوط هتشتغل، مش هتشتغل مظبوط انت ليك مدة معينة هتشتغلها وهتقف وهتقعد في البيت. انا عايز كل الناس تخلي بالها كده كده. البروتين بنعرفه من دكتور تحاليل، بنروح نشوف تحليل الشكارة دي كام. وانا الحمد لله انا بقول شكارتي، الشكارة بتاعتي ببيعها في داخل المزرعة ب 650 جنيه، بس انا عارف طالب 650 جنيه. الحمد لله ما خفتش اي حاجة في العلف عندي نهائيا. انما مش بحيث الشكارة عندك تبقى عاملة في الايام دي 550 جنيه وانا مرخص لكم اهو، وهي اصلا شكارة زبالة انت بتاكلهاش عندك. انت لو بتاكلها عندك بحر، انما انت طبعا ما بتاكلهاش عندك، عامل لي صنفين اتنين، بتدي للناس صنف وبيبقى عندك في المزرعة صنف. ده اكبر غلط انا ما برشحوش. دي يا جماعة كل واحد يخلي باله من الناس اللي شغالة معاه في العلف، لان ناس مش مظبوطة. الناس دي عايزة الناس اللي يقف لها، عشان هي اصلا بتبيع العلف بتاعها مش علف كويس، وبدولك بروتينه زبالة، بروتينه 16 ونص 16، مش هيجيب لك ال 17. فاحنا اليومين دول اصلا احنا محتاجين علفة نضيفة، عشان خاطر انا الحمد لله العلفة بتاعتي ممكن ما احطلهاش علاج، اي علاج جنب العلف بتاعي يكفي عليه العلفة وشوية المية النضاف. شكرا على التحية. انما لو انا بعمل سلالات بقى بضطر ان انا احط املاح فيتامينات عشان بطلع سلالات كتير. انما مش يا فرحتي بقى اللي انا بعمل سلالة وعلف زبالة ما يتاكلش اصلا. اصلا لو هو حطه الارانب مش هياكلوه، فالطبيعي بيبيع للناس وخلاص. الناس مبتدئه مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه، ولا عارفه الارنب ترضع كويس ولا مش رضع كويس. واحنا بنحاول نفهم الناس عشان تعرف تفرق ما بين العلف. الحمد لله مش هقول لكم علفتي كويسه، علفتي لها ناسها، علفتي لها ناسها وناسها معروفين وعارفين العلفه دي لها ايه. مش نيجي نبص نلاقي واحد ارانبو بايظه نروح نشوف الدنيا فيها ايه، نلاقي البروتين بتاعه 15 ونص و16. لا انا ما انصحش بالكلام ده يا جماعه. النضيف نضيف، والزباله للناس اللي هي الزباله اللي عاملاها اصلا، الزباله بتاعت الناس، الزباله اللي هي عاملاها. انا زعلان على الارانب اللي بتموت والفطام اللي بتموت من عند الناس، واجي ابص الاقي شغالين بعلف زباله لان صاحبه زباله. فانا عايز كل الناس تهتم، ويا ريت لو انت اول مره تشوفنا يا ريت ترفع الفيديو ده عشان خاطر الناس تستفيد، لان الناس في ورطه يا جماعه مش واخدين بالهم. لو انت شغال بعلف وهو مسمع في الدنيا كلها، جرب خد لك شويه وروح عند مركز البحوث مع دكتور بيطري، شوف العلفه اللي معاك هتطلع كام، وانا واثق مليون في المية ان هي هتطلع علفه زباله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.